نحن هنا نمثل الجهة الممثلة للإسلام، ولن نرضى أن نكون معكم في هذه الصالة ونرى قيمنا الإسلامية تمس. لن نرضى. وعليه أولا هذه العبارة التي وردت في مقدمة فقرة النهوض بالمرأة، والتي تقول أن تعايش التقاليد والشرع الإسلامي حد من مبدأ مساواة المرأة، نحن نطالب حذفها فورا الآن وتقديم الاعتذار للمسلمين، وإلا نحن ننسحب. وأنتم تعلمون لدينا منابر، إننا منابر الجمعة هناك نلم كلكم نلم هناك، وهناك نعرف ما نقول. نحن لن نرضى أن تأتي مجموعة محدود الثقافة تتطاول على الإسلام. من الذي قال لهم أن الإسلام حد من مبدأ المساواة؟ بل الإسلام قدم المرأة في بعض الأحيان على الرجل. اسألوا الناس. أنا أتحدى أي نظام وأتحدى أي دين آخر غير الإسلام أن يقول لي أنه كرم المرأة قبل أن تولد. الإسلام كرم المرأة قبل أن تولد، افهموا جيدا، قبل أن تولد. اقرأوا قول الله إن شئتم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدم المرأة في هذه الآية على الرجل. قال العلماء: ما قدم الله سبحانه وتعالى الإناث على الذكور في هذه الآية إلا أنه يريد أن يشير على أن الإسلام كرم المرأة، لأن قبل مجيء الإسلام أن الشخص إذا ما رزق بمولودة بنت يغضب، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذه هي كانت حالة المرأة قبل الإسلام. عندما جاء الإسلام قال: لا، يهب لمن يشاء إناثا. الإسلام كرم المرأة وهي طفلة. رسولنا يقول: الإنسان اللي عنده بنتين أو ثلاثة علمها. الذين ينادون لتعليم المرأة، الرسول قال: علمها وأدبها وأحسن تأديبها وزوجها، زاحمت كتفه كتفي في الجنة. هذه المرأة وهي بنت. الإسلام كرم المرأة وهي زوجة: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الإسلام كرم المرأة كأم. في واحد من صحابة الرسول جاء سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ يقول لي: ينبغي أن نحترمه، أبوي ولا أمي؟ ماذا قال له الرسول؟ قال: أمك. ثم كرر سأل مرة ثانية قال له: أمك. كرر مرة ثالثة قال له: أمك. في المرة الرابعة قال له: أبوك. كل هذا تأتي مجموعة محدود الثقافة الذين لا ينفتحون على الآخر، الذين لا يقرؤون. نحن أمة اقرأ، نقرأ أي كلمة نضع تحتها خط، نقرأ لثقافتنا ونقرأ لثقافة غيرنا، ونعلم أن نضع الأشياء على أماكنها. أنا أطالب بصفتي ممثل من جهة المسلمين أن أطالب الاعتذار الرسمي للمسلمين، لأن هذا متعمد مش ترجمة أو خطأ، لأنه قال الشرع الإسلامي يختلف عن الريليجيون. الشرع الإسلامي نطالب بحذف هذه الفقرة الآن.